ازيكم عاملين ايه؟ اكلة النهاردة اكلة ما يختلفش عليها اتنين. الارانب والملوخية من اكتر الاكلات المحببة عند المصريين. وكنت عاملة معاهم كمان البتنجان المخلل ده. بس للأسف ما كنتش مصورة طريقته. تعالوا كده نشوف الارانب، وطريقتها سهلة جدا. بنحط معلقة سمنة كبيرة. انا كان عندي سمنة بلدي، حطيت منها معلقة ونص كده حلوين. وهنسيبها بس يا دوب تسيح، مش اكيد مش هنقدح السمنة البلدي، يعني يا دوب بس هتسيح. طبعا لو لو السمنة بتاعتك سمنة عادية، هتسيبيها الاول تسخن كويس. وطبعا تكون اهم حاجة الحلة اللي انت هتستخدميها او الطاسة اللي هتستخدميها، تحمري فيها الارنب في الاول، اللي هو بياخد صدمة كده في الاول مع المستكة والحبهان، تكون ما بتلزقش، لان لحم الارنب طري جدا. لو عملتيه في حلة ألمونيوم مثلا، ممكن يلزق منك، واللحم بتاعه كده هيتفصص ويتهري، وهتبقي مش عارفة تعملي فيه ايه. انا يا دوب سيحت بس السمنة ورحت نازلة بيها فيها بالأرنب على طول. في ناس بقى كتير بتقعد تختلف كده، وشيفات كبار، الأرنب بيتغسل ولا ما بيتغسلش. أنا عن نفسي لازم بغسله. أي حاجة بجيبها من أنواع الطيور لازم بغسلها كويس. بس الأرنب ما مش محتاج ان انتي يعني تبهدليه في الغسيل. انا هقول لكم طريقتي في الغسيل ايه. انا بجيب الارنب وبروح نقعه الاول في محلول ملح. بجيب بولة كده وبملاها مية وبحط ملح كتير، وبسيب فيه الأرنب يدوب بس نص ساعة كده، وبعدين بطلعه. بنضفه بقى بإيه؟ معلقة، بحط معلقة طحينة وعليها عصير ليمونة كبيرة وشوية ملح برضو. ولو حسيت ان الطحينة تقيلة شوية، ممكن بضيف عليها شوية مية، او في ناس بتضيف خل. بس انا عن نفسي بعد تجارب كتير، يعني كنت دايما بستخدم الخل في تنظيف الطيور. اكتشفت ان هو ساعات اوقات بيزود الزفارة في الطيور، فما بقتش بستخدم الخل بصراحة. لكن حوار الطحينة ده جميل جدا، وبستخدمه كمان في الفراخ. بيبقى حلو قوي، وبيوفر عليا وقت ومجهود كبير. بخلط بقى الطحينة بالليمونة بالملح دول، واحط عليهم معلقة او اتنين مية، وبروح دعكة بيهم الأرنب كويس، واسيبه في الخليط ده لمدة ساعة، واشطفه واحطه في الفريزر. بس كده. زي ما شفتوا كده، انا ضفت ايه على الارنب؟ 4 5 فصوص حبهان. واللي انا وريتها لكم العلبه الصغيره دي المستكه دي بجيب العلبه دي من عند العطار بحوالي 35 او 40 جنيه. بحط فصين مستكه، وطبعا ورق اللورة، الملح، الفلفل الاسود، الحاجات دي اساسيه. وانا بحب اضيف كمان على اي شوربه بعملها، الكبابه الصيني دي بتعمل طعم حلو قوي للشوربه. هي مش فلفل اسود، هي بتدي نكهه كده جميله بصراحه. انا بستخدمها على الارانب، على الحمام، على الفراخ، على اللحمه، اي حاجه بيبقى ليها شوربه بحطها عليها. واوقات كمان بضيف واحدة ليمون مجفف. جربوا تحطوها كده على الشوربة وقولوا لي رأيكم فيها ايه. هنبدأ طبعا ان احنا نقلب الارنب كده على الناحيتين، علشان يتحمر كويس، ياخد زي لون كده. وهتلاحظوا طبعا وانتوا بتعملوه ان اللحم بتاعه طري كده ومزفلط، فبالراحة عليه عشان ما يتقطعش ولا يتهري منكم. بعد لما هيتشوح كويس وياخد لون كده، هنزل بقى فوقيه ببصلة كبيرة مفرومة. انا اوقات كنت بحط كمان الارنب متبل بالبصل في الفريزر، بس لما كان بيجي ياخد التشويحة دي كان البصل بيتحرق، او مش بيتحرق، يعني بيتحمر زيادة عن اللزوم. فانا بقيت بشيل الارنب زي ما هو كده من غير تتبيل، وبديله الاول الصدمة اللي انا عايزاها، بحيث ياخد التحميرة اللي في الاول دي براحته.
من غير ما اضيف عليه البصل، وبعد ما ياخد التحميرة دي اروح اضيف عليه بقى البصل. طبعا انا مش عايزة اقول لكم الريحة في الوقت ده كانت عاملة ازاي. ريحته كانت حلوة قوي. وتضيفي بقى كمان وقت ما هتضيفي البصلة، الريحة بقى خلاص كده الجيران كلها لازم هتعرف ان انتي عاملة الارانب. الوقت بقى طبعا اللي انا كنت سايبة الارنب يتشوح فيه ده، تستغلي في اي حاجة. ممكن تشوفي لو في حاجات عايزة تتغسل في المطبخ، تعملي الرز، تظبطي اي حاجة كده في المطبخ علشان ما تضيعيش وقتك. وانا عن نفسي دايما متعودة على الموضوع ده، لما بحط اي حاجة على النار تكون محتاجة شوية وقت في التحمير او في السوى، بستغل الوقت ده في ان انا بعمل حاجة تانية. هنضيف المية المغلية يا دوب بس تغطي الارنب كده، ما تزودوش المية قوي علشان الشوربة تكون طعمها حلو. بعد ما هنضيف المية هتغطيه وهتسيبيه حوالي ساعة الا ربع الساعة، على حسب حجم الارنب، على حسب شدة النار عندك. وجايبالكوا بقى معايا النهارده كده اختراع حلو قوي. الملوخيه دي اسمها جرين هاوس. انا دايما كان بيقابلني مشكله ان انا ما ببقاش عايزه اعمل كيس الملوخيه كامل، واطلع كيس الملوخيه ابقى عايزه اقسمه كده بالنص وهو متجمد، واوقات ابقى مستعجله كسل اروح عاملاه كامل. فلقيت النوع ده هم قاسمين الملوخيه نصين. يعني كنت مستخدمة نص، وده كان النص التاني. فحلوة قوي، عجبتني الفكرة بتاعتهم. بس هي فيها حاجة واحدة مش عجباني بصراحة، ان هي مش متخرطة كويس. يعني بحس ان هي الملوخية كأنها مضروبة في حاجة، مش متخرطة بمخرطة. يعني مش زي مثلا بسمة. بحس بسمة احسن منها في كده بصراحة. الرز طبعا كنت عاملاه حبة وحبة، انا مصورتش الطريقة علشان ما بحبش الفيديو يكون ممل وطويل قوي بصراحة. فاكيد طبعا كلنا عارفين طريقة الرز. هنا انا عملت الارانب اهو، بس انا كنت خدت منها الشوربة للملوخية. تعرفي الارنب استوى ولا لا ازاي؟ هتجيبي شوكة وتجربي تدخليها في الصدر والورك والظهر، تلاقيها بتدخل كده ايه بسهولة. بصوا الملوخية اهي. طبعا الشوربة اللي مخلي لونها كده فصين المستكة اللي احنا حطيناهم بيخلوا اللون زي ما يبقى فيه لون ابيض كده. والملوخية زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انا وريتها لكم، تحسوا ان التخريط بتاعها كبير شوية. بالنسبة بقى للتقلية، انا عندي ما بحطش التقلية على الملوخية، انا بعمل العكس، بحط الملوخية على التقلية. يعني بخلي التومة تتشوح كده. وبعدين اضيف الكزبرة، وبعدين بروح حاطة الملوخية جوه الطاسة. بالنسبة ليا ده بيكون اسهل، بدل ما بقعد انزل التومة واقعد ارجع احط شوية ملوخية وانزل بيهم، فهي كده بتبقى اسهل ليا. قولولي ايه رأيكم، بالهنا والشفا.